وعلى خاطركم مش اللي يجي، ماناش ماناش باش باش نقدموا نقدموا لكم اللي يجي، ما نقدموا لكم كان الافضل. من غير مقدمات باش نمشيو مخرفتنا الزمنية. أحسن ولد السلطان وشافية بنت ملك الجان، مع الخفة والظرافة والأحداث المثيرة. حكاية عبال تجيكم من عند الجد جلال القوال. وقبل ما نبدأ الكلام خلينا نصلي على نبينا بدر التمام، ونعاود نقول يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهادة. حديثنا حسين عجيب، مرتب أفضل ترتيب، وأنا وأنتم نصليوا على نبينا الحبيب على خاطر الفائدة والغنيمة في الصلاة عليه ديما. يحكيوا على سلطان وما سلطان إلا الله، مغروم بروحه أكثر من اللازم، مدللها ويزيد يحكم بأحكامه، وحد ما ينجم يقف قدامه. قوي والقوي ربي. وفي ليلة من الليالي يا سادة فاق من نومه مفزوع، منامة هربت عليه النعاس وخلاته يهز ويرد، وكيف السلاطين تقلق لازم الناس الكل اللي في السرايا تفزع. جيبوا لي الوزير وكبير المفسرين. هيا جابوهم له يتشراو. دخلوا واعطاو كار السلطنة. لباس يا مولانا لباس ان شاء الله خير. نحبكم تفسروا لي هالمنامة، قال لهم السلطان. راني ريت خير اللهم اجعله خير، ريت نفسي غارق في قطرة متاع ماء، وطفل في القماطة يغزرني باش مات ويضحك عليها. توا نحب نعرف التفسير والناس داشنية. المفسر اطلع وهبط، اضرب بخماسه في اسداسه، ومنها قالوا يا مولاي راني استشرت النجوم وشفت الطالع، نلقى الامور مش هي مدردرة. شنو مدردرة؟ اعطيني الامان اتو نخبرك باللي وصلت ليه. هيا عطاه الامان. قالوا يا مولاي ما شفت كان تفسير واحد، راك باش تجيب صغير فيه لا بعد تحير، وباش تكون نهايتك على يدي، وراه باش يقعد على العرش بعد ما يحطك الشر بعيد الشر بعيد الشر بعيد في النعش. اللطف عليك يا مولانا، وهذا التفسير الصحيح، والصحيح راهو عند ربي. السلطان اتفرهد، مش خاطر الامر اختير، اما عجبوا التفسير، وجاه تقول انت على المضاغة. ايه هذا هو التفسير، يسلم قرايتك. ومن نهارتها يا سادة يا مادة كل مولود يجيه في حياته يرزيه يقتله، مطبق حشاكم البيت النار كما يقولوا. سيف السياف ديما خدام. ولاتشي عاد السلطانة مسكينة مرعوبة، وفي كل إحبالة من عقلها مسلوبة. هو يدخل الشر وهي تلقاها المغبونة النومة يكحلش عينيها، وقلبها تلقاه دقدقة خايفة في رزاها كيف كل مرة تترزى. هنا القابلة، هي القابلة اللي لاهية بها قبل لا يمات من ولادها.
حست بيها وشافتها ديما تتغسور وتطلب في ربي: يا ربي تكون بنية، يا ربي تكون بنية، يا ربي ما يجينيش تذكر. وتلقاها تبكي مسكينة في الشهق. القابلة أي تعرف عاد السبوبة، تعرف مليح اشنية الناس ده، قلبها رق. بركت على ركيبها قدام السلطانة وقالت لها: والله حاسة بيك يا مولاتي، وعندي أيامات نفكر ما عطانيش قلبي نشوفك فيها الحالة ونبقى نخسر. عندش قولك يا مولاتي، في دبارة بها صغيرك يبقى حي وما يمشيش خسارة. السلطانة قالت لها: وش خصني، والله لو كان هذا يصير نعطيك أغلى بشارة، حتى عمري ما يغلاش عليك. هي ملا تعرفش كيفاش يا مولاتي، قلت لها: خلي النازلة عندي والأعمال على حالي. ومنها كيف بدأت السلطانة تطلق، معناها جاء الحس، حضرت القابلة تحت السمس، جروا كلاب دوبش تولد، حضرته وحطته تحت السرير. السلطانة طلقت طلقة، جابت وليد قد الفلقة، تاخذوا القابلة تجري تحطه في العلاقة وتوصل بيه لدارها تخبيه. السلطان سمع بالخبر، جاب السيافة معاه ومشى لجناح السلطانة. أشنو يا قابلة، أشنو يا قابلة يا مقبولة، ابنية ولا ولد؟ يا مولاي راهي جابت المرة هذه إلا بعد هجر وكلاء. ومدته للسياف: هيا مرة اخدم خدمتك يا سياف وادفنوا مع اخواته. السلطانة اتفرهدت، صحيح ولدها حيرزق، صحيح بعيد عليها باش يكون، أما تنجم تشوفه وتطمن عليه حتى من بعيد لبعيد. وعاش الولد في الخير وفي خيار الخير، محسوب كل جمعة ولا جمعتين تزور القابلة السلطانة وتاخذ النصيب اللي كتب بالطبيعة باش تعيش هي والأمير عيشة هانية وما ينقص بشيء. والسلطانة هوني ساعة ساعة تمشي تطل على ولدها، تحمله تبوسه تعنقه، تعدي معها اش طير نهار ومنها ترجع للقصر كأنه شيء ما صار. امشي يا زمان ويجا يا زمان، اكبر الامير وصار من اجمل واقوى الشبان، زين وعين كما يقولوا، وبدا تفكيره يتغير واحلامه يكبروا معه. وفي نهار من النهارات أمه جات تطل عليه وهو قال لها: يظهر لي وقيت يا سلطانة. وقيت؟ وقيت على شنو وليدي؟ قال لها: وقيت نمشي نقابل مولانا بابا، وقيت نشوفه ونتعرف عليه ونعيش معاه، ماني إلا ولده، أو كيف ما يقولوا ماليك إلا خشمك
وكيف يظل أعوج. ها، وشكون ينحي خشمه من وجهه؟ مستحيل، قالت السلطانة. ما يزيش اخواتك كاملين قتل. والله اذا اعلم اللي انت حي لا تسلم، لا انت لا انا لا هالمرأة المسكينة اللي ما عندها ذنب غير دارت الخير وخباتك. الامير ركب براسه، وقد ما لحلحت امه وقرقت الشيء اللي في باله حب يعمله. من غدوة الصباح اصبح والرب فتح، ومن صلى عن بير بح قام الامير ونادى بالسرايا بتاع السلطان. طلب المقابلة، شاوروا عليه، ادخل وخر وقدم واعتكر السلطنة، وهو يخسر للسلطان. ماذا به ترماه عليه، يعنقه ويبوسه ويقول له راني قلتك يا بابا. اما شد نفسه وتمالك اعصابه. ومنها احكى له السلطان على حكايته. اي، احكى له على حكايته من نهار ولد حتى لين قرر يجيه ويعرف بنفسه. السلطان وقتها يا سادة وجهه لخلخ، لعبت به الدوخة، ومن حينها عينيه ولا تتشعل تقول جمرتين متاع عافية. ومنها صاح فرصيحة، قام يعيط يا بشحامبا يا بشحامبا، نحبك تبعث للسياف يجيني هالحين باش يقص راسه هالحزين هو وامه. انا سلطان السلاطين يعديه عليا يجي منه. الامير شاف بوه في هيك الحالة انفذ بجلده، هرب مشى لامه هزه وخرج من المدينة. وقعدوا يمشي ويمشي ويمشي حتى وصلوا للمرسى. ركبوا في فلوكة وهجوا فرد مرة من هاك البلاد. هي علاش ما تقولش وهما في الغريق تقوم زوبعة ورياح قوية، قعد يهز ويرد في الفلوكة حتى اتقلبت باللي فيها. وربك والمعبود اكتب السلامة للسلطانة ولدها. فاقوا يلقاو رواحهم على شط مشطوط في مكان محشور، أو يبقاو يدوروا ويفركسوا في الأعمار، يرقدوا بالليل ويدوروا بالنهار. وفي نهار من النهارات جاوا على شط البحر، اصطاد الأمير عباد حوت، اشواهم وكلاوهم، ومنها رقدوا على براستهم. فاقوا الصباح واذا بيهم يشوفوا في قصر ملوش امثيل، العين ومرات، سور عالي داير بيه، أرض رخام وسقفه مرجان، و12 قبة مطلين بالذهب ومنقوشين نقش عجب، الحيوط مصنوعة من المرمر والعاج. جاء القصر البارح ما كانش موجود، قال الأمير. وليدي اللي خلق ما يضيع، بالك هدية من الرحمن، برا ندخلوا ولازم كل شيء يبان. أي دخلوا يلقاو الخدام يستناو فيهم، هكا هكا بيهم، مرحبا يا لله، تفضل الحمام حاضر. والأمير يغزر للخدام ومنها يغزر لأمه، وهو باهت ما هو فاهم والو. تقول عندهم سنين في القصر عايشين من تصرفات تاع خدام.
أي السلطانة والأمير ما كانوش من العكسين، مشاو بهواه هاك الخدام وقعدوا يسكنوا في هاك القصر ويعاملوا فيهم معاملة السلطان والأمير. الخدام يخدموا فيهم وفين نحطك يا تبقى الورد. هي مشات أيام وجات أيام وهاك الأمير ماكلوا التخمام، يفكر في بوه السلطان. لمتى تنبقى هارب، لابد يعترف به مهما كان. امشى لامه قال لها نحب نبعث مرسول الوالدي نعلموا فيه اللي احنا ما احناش في حاجه الملكو، واللي ربي اكرمنا واعطانا اقصر يسكت الصغير ويحل العين المغمضه. يا وليدي يهديك، قالت له السلطانه، تخلينا وليدي عايشين في امن وسلام. بوك وانا نعرفه كان يشم ريحتنا ويعرفنا فين لا نسلموا منه لا يخلينا حيين. والامير راسه صحيح، ما عرف كان عمل اللي في باله. بعث لبوه مرسول قال له بابا طلعت جالطي وباطلي، انت حبيت تقضي علينا وامي هربت بيا واعطاني ربي سرايا اسقفها مرجان وحيوتها لبان وارض رخام وما خلاهاش بيا العزيز الرحمن. وصلت الرسالة للسلطان، يا أخي هاجوا ماجوا منها، اكتب رسالة رجعها لولده. ايش قال فيها؟ قال فيها صحيح أنا تمنيت نقضي عليكم لكن الرب ما خلاهاش بيكم، أعطاكم قصر على شط البحر سقفه مرجان وطاطوا رخام وحيطي وحيوطه لبان، وإن شاء الله مبروك عليك، لكن قصرك ما يسوى شيء على خاطر ما فيهش شجرة الرمان اللي أبلى بها مستحيل تعيش في أمان. وصلت الرسالة، أخذها الأمير اقراها لأمه، قالها أكهو ناقصتنا شجرة الرمان لازم نمشي نجيبها. يا وليدي حمل عقلك، تو جد عليك بوك يحب لك الخير، ما تنساش زعما قتلك وانت ما زلت في القماطة في باله بك ميت، هذاك ناويلك على الشر ويحب يوديك للمهالك برجليك. لا شيء قال له، يلزمني نثبت له اللي انا راجل وسيد رجال وما نهابش، ونحب نغير تفكيره من ناحيتي. ومنها دار يسأل فيها على شجرة وين زعما يقع. يا وليدي هذه نسمع بها في بلاد الأغوال والأهواء، والبنادم اللي يمشي لك البلاصة منها يرجع محال. السلطان يحبك تمشي ما ترجع. عيش ولدي عيش ولدي، نحي هالفكرة من عقلك. وكاينها ما وسطوش، هزادوا وزوادوا حتى السرج على فرس ودع السلطانة وقال يلي ما تخيب قاصدك. ومنها شد ثنية يعمر بلاد ويخلي بلاد وما يخلي ويعمر
إلا العزيز الجواد يمشي بالنهار ويرتاح بالليل، وكل شخص يعقبه ينجدوا على بلاد الأغوال والأهوال. واحد يتلفت تقول مش فاهمه اش يحكي، الاخر يهرب بجلده، والاخر يقول له ما نعرفوش. حتى نهار من النهارات وهو ماشي في الخلال مخلي يلقى شيباني عجوز حويلة مكمل على القبلي كما يقولوا، دارك في القاحة، شعره مشفشع، تقول عش اكتيتا، معشش فيه الخنفوس، كان مش الحلوف لبعد، اللحية طويلة اجت شيء، وضوافره تقول سيوف ولا مخالب ديناصور، أحواجه مقطعة مسخة، والريحة منهم طالعة تقول ريحة حلوف. أي شب فيه السلام عليكم يا بابا، هك شباني أغفر له، والله وليدي لو كان مش اسلامك اسبق كلامك، راني اكليتك ومش تعبانك. هذا الكل علاش؟ قالوا الامير ما جوا وليدي، ما جوا بالعطش، عندي شهور ما ذقتش مطحون الرحاة، ولا جات لحمة تحت الزرصة، ولا ذقت حتى شوية دم متاع بنادم. من حينه قام الأمير شمر على يديه وكان هاك الشايب غسله من راسه السقي، قصلوا هاك الشعيرات واللحية نقص فيها، قص هاك الظوافر، غسلوا أدبيشاته، ومشى اصطاد غزالة ذبحها وشواها، ومع هاك الشايب افطرها وتعشاها. بعد ما اتحمدوا وتشكروا ونهنك الشيباني وتفرهد، اغزر للامير وقال له ايه ولدي ما قلتليش ايش مجايبك الهربرور؟ قال لي لا فيها طير يطير ولا بنادم يسير، ما تعرفش اللي هذه هي بلاد الاغوال والاهوال؟ هيا ولا الامير حكى له على حكايته، على حكايته اللي تعرفوها، كيفاش هرب من بوه، وكيفاش ابعت له هاك المرسول، وكيفاش السلطان رجع ليه قال شنو القصر اللي ساكن فيه الامير ناقصته شجرة الرمان. الشيباني قال له الله غالب يا وليدي، راك غلطت في العنوان، اما ما عندك فاش تخمم، باش نفيدك امشي لاختي الكبيرة، وكيف ما يقولوا اللي سابقك بليلة فايتك بمئات حيلة وحيلة، امشي لها، انا نوصيك ترد بالك وتحل عينيك، هنا كان لقيتها ترحي في العظام وتجاج لك حل داير بيها، وهي نافشة شعرها وطالع الدخان من راسها، رد بالك تقربها، ابعد بعد السماع على الوطا. اما اذا لقيتها ترحي في النعمة وشعرها ملموم والدجاج لبحة الابيض داير بيها، وقتها برك تقدر تترمى تسفسفها من دقيقها وتشرب جغمة من حليبها وتسلم عليها، ومنها تسلى على حاجتك، وتأكد اللي حاجتك باش تكون مقضية إن شاء الله. ومحسوب بقالك تقريب 3 أيام مشي، وتلقاها في البلاصة الفلانية، ونعتوا هالمكان واعطاه أوصافه. الأمير ركب على الفرس ودهك شايب وشد ثنية، وبعد المدة ما تعدات يلقى حوش لقطة كبيرة،
وربي قص الهرش. يلقاها ترحي والدجاج الابيض داير بيها، جا سف سف شرب جغمة من حليبها، السلام عليكم يا امي. وعليكم السلام وراسك يا وليدي كموش، اسلامك اسبق كلامك، راني ارحيتك عظامك. يطلب اش تحب مدابك جيتني في ساعة سعيدة. حكى لها الامير قصته وطلب منها تعاونوا وتدلوا على شجرة الرمان وين تبان. قالت له ما تخافش ما تخافش، انا ما عنديش فكرة، اما توا كيف يجيب اخواتي الاغوال ننشدهم، وتوا اجا نخبيك. ومنها حطته تحت قصعة كبيرة ووصاته باش يقطع نفس، قالت له وخلي الباقي عليا. فيخلطوا اخواتها السبعة، طولهم طولين وعرضهم عرضين، وكل واحد منهم شايل على كتافه سقيطة. دخلوا يشمشموا يشمشموا، ومنها بداوا يتعايطوا، صرت نصري في قصري، أجابوا يا كسري، شمشم مليح يا خشمي. عودوها، صنت نصري في قصري، أجابوا يا كسري، شمشم مليح يا خشمي. قلت لهم نصري دي كان جاء نصري في قصري نخليه لكم، تيماني راني اتغديت بيه، هذه ريحة طير تحت من السماء. قالوا لها احرقها وجيبها، وكان عمل لك هيك، اخذاو هاك النفة من عندها بتاع الريشة، سفوها سفان. اي حطت لهم العشاء، 4 بكرات وزوز حشاكم بهايم، ضربوهم على قلوبهم واخروا التالي وتبصروا التكاو. وقتها لقاتها فرصة، قربت ليهم وقالت لهم نحبكم تعطوني لماء. قالوا لها برا على هالبطور القمقوم نعطوك لماء، ومعاه خاتم سيدنا سليمان كان ما حبيتش. هي ولات خرجت حسن ولد السلطان من تحت القصعة، قلت لهم هذا ضيف رب العالمين، راهو قصتكم في الخير يحب على شجرة الرمان، وانا نعرف اخواتي شجعان. هيقولوا لي اشكون منكم يطير به تيران ويرجع به ومعه شجرة الرمان. قام واحد منهم ضرب على صدره وقال لها عندك كان الاخوان، ومنها قال له هيا اطلع، وحطوا على جناحه وطار به تيران. لحظات ورجع به محمل مجمل والشجرة في يديه. استكثر الأمير خيرهم، ركب على الفرس وشد طريق العودة، وهو فرحان نشوان اللي نجح في المهمة، ما كانش مستاهل باش يروح بشجرة الرمان. روح للسرايا، زرعك الشجرة في جنينة، وخذا قرطاس وقلم وخط فيه خطيط. لشكون حسب رايكم؟ ما هو البوه. قال له فيه بابا يا جاطلي يا باطلي، انت حبيت تقضي عليا وامي هربت بيا،
وأعطاني ربي سرايا سقفها مرجان وحيوطها لبان وأرضها رخام وما خلاهاش بيا العزيز الرحمن. زاد أعطاني شجرة الرمان. وحتى نختصر المسافة والوقت، وصلت الرسالة للسلطان ورجع جواب للأمير يقول فيه: صحيح أنا تمنيت نقضي عليكم، لكن الرب ما خلاهاش بيكم، أعطاكم قصر على شط البحر، سقفه مرجان وطاطو رخام وحيوطه لبان وصار فيه شجرة الرمان، لكن ما يسوى شي بلا شتير اللي يغني وجناحه يرد عليه. هيا اقرا احسن لك الجواب. ومن حينه أعزم يسافر من جديد، هز يديه للسماء وقال: يا ربي عاوني، ما تخليهاش بيا، راهي نيتي صافية وقلبي طيب وعمري ما قصدت الشر. ومنها خذا معاه زادو وزوادو، ارماه استرجع لجوادو وتوكل على اللي ما يخيب قصده. فين باش يشب فين باش يمشي، قال ما ثماش حل غير هاك الشيباني، وهو اللي دلني كيف المرة اللي فاتت، لابد نلقى عنده الحل. وتوا يا سادات يا سادة، ما فيها بس نعملوا ترتيحة صغيرة ونذكروكم فيها بالاشتراك وبالمشاركة وتفعيل الجرس، كيف ما نذكروكم زادة اللي خرافتنا هذه تجيكم على قناة حكاياتنا نوزيستوار، ويحكيها لكم العم ولا الجد جلال. متابعة طيبة للجميع. وعلى خاطركم مش اللي يجي، ماناش باش نقدموا لكم اللي يجي، ما نقدموا لكم كان الافضل. أي قلنا اركب على الفرس وقال نمشي لك شيباني، لابد نلقى عنده الدبارة. وقتها برور وبحور كيف العادة، حتى وصل لبلاد الأغوال والأهوال، ولقى هاك شيباني في هاك الحالة أتعس حتى من المرة الأولى. هاك الشعر زاد طوال واللحية والضوافر وحالته لمعت تقر. السلام عليكم يا بابا. قالوا يا ولدي لو كان مش اسلامك اسبق كلامك راني اكليتك ومشمشت عظامك. ومن حين وعاد احسن ما هو فاهم اللعبة، طول هزه وعمل له غسلة تعمل 66 كيف، حفف له في الشعيرات في اللحية، اغسل له الدبيشات، قصوا الضويفرات، واعطاه شاء معتبر. هيا احكي يا وليدي، وين وصلت؟ واش عملت معك اختي الكبيرة؟ باين فيها رجعتك مش بلاش. اي احكي احكي. اي يا سيدي بن سيدي احكاله باللي صار معه بعد ما تقابلوا المرة الأولى، وبعد ما مشى وخلاه، وطلب منه المرة هذه يعاونوا ويدلوا على الطير اللي يطير واللي يغني وجناحه يرد عليه وين يلقاه. الشيباني بعد ما اعطاه وذنه قالوا أكيد، وهذا لا شك فيه، الطير وليدي مش عندي الله غالب، والعمر ليه حكاية، أما برا لأختي اللي مشيت لها في السابق، ورد بالك تقربها والدجاج لك حال داير بيها بالضبط كيف المرة اللي فاتت، كيف تلقاها ترحي في النعمة والدجاج الأبيض داير بيها،
ترمى عليها وسف سفة دقيق، واشرب جغمة من حليبها من صدرها، وسلم عليها واطلب منها اش تحب. هيا الأمير شد ثنية وصل لأخت الشيباني، يلقى الدجاج الأبيض داير بيها من حينه، ترمى وسف سفة دقيق واشرب شرب حليب، نسيته في العطش. ما تقوليش اش مرجعك يا مخلوق؟ قالها الله غالب يا خالة، السلطان طلب عليه المرة هذه نجيب الطير اللي يغني وجنحه يرد عليه، وراني كنت بحذا اخوك مسلم عليك وقال لك ما نوصيكش. هي قالت له ارتاح ارتاح، اما رد بالك، المهمة المرة هذه باش تكون أصعب وأخطر من المرة الأولى. إذا اهداهم ربي إخواتي وهزوك، راهو الطير اللي أتفركس عليه يحب قفص من ذهب الخالص، ويكون معمر بحبات سمسم وفيه ماء الورد. تحط القفص في البلاصة الفلانية وفي وسطها هاك الماكلة والشراب، ورد بالك نحبك رزين وفيه، وعلى قد ما يحاول يجرك هاك الطير اللي يغني وجنحه يرد عليه للكلاب، لا تجاوبه ولا ترد عليه ولا تعطيه وذنك، راهو باش يبدا يسأل على القفص شكون جابه، شكون جاب لي الهدية، شكون جاب لي الهدية المعتبرة نعطيه ونهديه وندويه حتى يبرأ، شكون جاب لي الهدية نحطه في عيني. كان جاوبته انسى وامك وابوك ومضمض رجوع وليدي، يمسخك يردك صنبع كيف اللي سبقوك. وكان سكت وخليته يغني ويفرفط وحده حتى ويدخل القفص ويكون ملكك تقدر تروح به. قالها الله يبارك يا خالة، تهنى، ما توصي يتيم على نواح. هيا خباته تحت القصعة، والسيناريو يتعاود من جديد مع اخواتها كي المرة اللي فاتت بالضبط. صنت نصري في قصري، أجابوا يا كسري، شمشم مليح يا أنفي. صنت نصري في قصري، أجابوا يا كسري، شمشم مليح يا خشمي. وجاوبتهم بنفس الطريقة، وبعد العشاء طلبت من جديد الأمان وخرجت أحسن وبان. هيا المرة هذه تكونوش دي قردية، شكون منكم يتطوع ويهز ويجيب قضيته من بلاد الجاء، يجيب الطير اللي يغني وجنحه يرد عليه. خوها الصغير المرة هذه نعكس، انفخ صدره وقالها انا اسرع واحد في اخواتي، انا نهزه. ومنها ركبوا على جناحاته وطار به تيران حتى وصلوا لبلاد الجان، حطوا القفص في المكان اللي دلتهم عليه بعد ما عمروه بحب السمسم وبماء الورد، وتخباو وقعدوا يتساقروا ويعسوا. هما هكاكا وكتير يحط بجنب القفص، يدخل ويبدا ياكل هو ينادي ويغني، شكون جاب لي هالهديه المعتبره نعطيه ونهديه ونداويه حتى يبرى، شكون جاب لي هالهديه نحطه في عينيا وشويه. في هاك الوقت يترمى ولد السلطان ويسكر عليه القفص وياخذه ويطير
يرجع. رجع للسرايا بعد ما ودع الغولة واخواته، واول حاجة عملها كيف العادة خط رسالة للسلطان: بابا يا جاطلي ويا باطلي، انت حبيت تقضي عليا وامي هربت بيا واعطاني ربي سرايا، سقفها مرجان، حيوطها لبان، وارض رخام، وفيها شجرة رمان، اي ومعها طير اللي يغني وجناحه يرد عليه. وهيك تشوف يا والدي ربي ما خلاهاش بيا. بقرا الرسالة من حينه ما كانش ملعكشي، رجع له بالوقت رسالة جديدة. ايش يقول فيها؟ يا مهبول، صحيح عندك ما ذكرت، ما قصرك ما يسوى شيء من غير شاف يا بنت الجان اللي ترقد عام وتفيق عام. هكا باين فيه عملني صنعته. هذه تقول انت ما دليل على دليل، اما انا وراه وربي راه مانيش مسلم، ويدبرها اللي ما ينام الليل. ويا نجيب شافية بنت سلطان الجان، ويا يزي من العشاء والعمر. ومنها رجع مرة ثانية الهك الشيباني. لكم تتفكروا هذه المرة السابقة وش وقع. ومنها رجع للمرة الثالثة الهك الشيباني. وماكم تتفكروا هذه المرات السابقة علاش مشيلو. ما هو مرة مشى يلوج على شجرة الرمان، ومرة عطير اللي يغني وجناحه يرد عليه، والمرة هذه امشى يفركس على شافية بالدجان. يوصل للشيباني يلقاه كيف العادة من الوسخ والجوع يعاني مسكين. السلام عليكم. والله لو كان مش اسلامك اسبق كلامك، وهات عاد من هكا اللاوي والقصة اللي حفظناها. اي عمل معاه لازم نظافة عفافة عشاق مقوم، مش متاع كل يوم. يا وليدي خبرتنيش توا ايش رجعك من جديد لبلاد الاغوال والاهوال، ما يجيكش. قالوا يا بابا الله غالب، حكم القوي على الضعيف. الوالد ربي يهديه قال لي ناقصتك شافية بالدجال، هاك اللي ترقد عام وتفيق عام. قالوا الشيباني على كل حال هي كثر خيرك وليدي، ما قطعتش العادة، وما تتعدى لاختي كان ما تخدم عليها برالها، وما نوصيكش على الدجاج والسفة والرضعة. قالوا لا الناحية من غير ما توصي، راني أحفظ درسي. ومشى للأخت الكبيرة اللي تفوت أخواتها بمئة حيلة وحيلة. والمرة هذه القاه زاد الدجاج داير بيها، أما لكحل مش الأبيض، وهي ترحي في العظام قد بعيد، وبقى يهش ليل ونهار، اثنين نهار اثنين ثلاثة، حتى شافها والدجاج الأبيض داير بيها. من حينه اجرى 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 وعليها ترمى، اي سف سفة من دقيقة وشرب جغمة
من حليبها. ايش مرجعك الحوشنا يا بنادم؟ برا روح لترجع نادم. قال لها مستحيل، مستحيل نرجع ابلا بيها. المرة هذه طالب نوصل الشافية بنت الجان، هكلي ترقد عام وتفيق عام. قالت له ان شاء الله بظهرك توصلها، خاطر ليلة اخر ليلة في عام رقادها، واذا ما لحقتش الليلة ترسيلك تستنى عويم اخر. اما نوصيك وليدي، اذا حب ربي واخواتي هزوك، لازم حاجات تعملهم باش تنجح الخطة. راك باش تلقاها راقدة وشعرها كاسيها مغطيها، وشمعة في معون ذهب عند رجليها، وشمعة في معون فضة عند راسها. ايش باش تعمل انت؟ ما عليك كان تبدل البلايص، المعون الذهب تحطه في بلاصة الفضة، والفضة تحطه في بلاصة الذهب، يعني اللي تحت ساقيها تحطه عند راسها والعكس بالعكس. وتتخبى انت في بلاصة من بلايص وتقعد تستنى. فقدش هي وعرفت بلي ثم غريب في القصر، وقتها اطلب تعطيك الامان، هذاك اللي تقدر تعمله. وتوا يعيشك عاد ما تعرف ثنية بتاع العدا والعوايد من حينك، برا تخبى قريب يحل الركب بتاع اخواتي للدار. وصلوا وكيف العادة صنت ناصري في قصري، أجابوا يا كسري شمشم مليح يا خشمي، وهيك الحسبة لي سبق وقلنا. أشنو قالت المخطم؟ يا أخي توا ما استنستوا، هيا أعطيوني الأمان أعطيوني الأمان. ضحكوا وقالوا له اطلع يا حسن يا ولد السلطان، عليك الأمان، اطلب ايش تحب المرة هذه زادة. قالت لهم أختهم يحب على شافية بنت الشام، أشكون منكم ليها يوصلوا. انفخ واحد من اخواتها صدره وقال لها انا نوصله، ومنها حطوا على جناحاته وطار به تيران. وصلوا لبلاد الجان العند شافية بنت ملك الجان في القصر بتاعها. ادخل يلقاها كيف ما وصفتها اخت الاغوال، متغطية بشعرها. غير امكانش ما حسب التعليمات وتخبى كيف ما الغولة وصلت تحشيها تحت السرير، قعد يستنى النوم عليها يطير. عقبات الليالي فاقد شافية من نومها، تلقى الشمع مش بلاصتو. شكون هنا؟ شكون هنا؟ شكون دخل القصري وانا راقدة؟ شكون بدل الشمع؟ اتكلموا عليك الامان. قالها نخرج وتعطيني الامان؟ قالت له غير اخرج يا حسن يا ولد السلطان وعليك الامان وخاتم سيدنا سليمان. اطلع احسن من تحت السرير، ما تقوليش اشنية سبتك يا حسن وجابك لبلاد الجان. هي ولا خبرها بقصته كاملة، وابوه اللي اقتل اخواته وهما مازالوا كيف تولدوا، وكيفاش هربت به القابلة وربيته، كيفاش هربوا من بوه، وكيفاش لقى القصر، وخبرها بالطلبات اللي بوه طلبها حتى اوصل للطلب الاخراني. شافية بنت جان اللي ترقد عام وتفيق عام.
وزاد قال لها مانيش باش نسامحه على كل حاجة عملها فيا ولا في أمي وأخواتي، وراه عمل في عذابي صنعة والرحلات اللي رحلتها، لكن بعد ما شفتك وشفت بهيك سامحته في الطلب الأخراني. قلت أحسن حاجة عملها في حياته، ونحبك تمشي معايا للقصر ونحب نشوف وين يصب، خليني نكمل نمشي بهواه. قالت له اللي عملته ما حد يقدر عليه، وانا قررت نمشي معك. اما نحبك تشدني من يدي وتغمض عينيك. شدها من يدها، غمض عينيه مشوار، وقالت له حل عينيك. حل عينيه يلقى نفسه في قصره بين امه وشافية. عنق امه، اتخلطت الدموع مع الخشومات اللي تجري. المرأة في بالها ولدها صار في خبرك، في بالها اكلاها الغول ولا الجان. اغزر لامه وقال لها انقدم لك شافية بنت الجان، جبتها معايا. وتمشيش تقول ولد ترباشي ولا تعلمش الدرس، شيء النافع ربي. زاد بعث مرسال جديد للسلطة، بابا يا جاطلي يا باطلي، انت حبيت تقضي عليا وامي هربت بيا، واعطاني ربي سرايا سقفها مرجان حيوطها لبان وارض رخام وفيها شجرة رمان ومعها الطير اللي يغني وجناح ويرد عليه، وهاني خلبت عليهم شافية بنت الجان اللي ترقد عام وتفز عام، وكما تشوف ما خلاهاش بيا لعزيز الجواد، وراني نعيش في أمن وأمان. جاوب أبوه السلطان قالوا طول ما أنا عايش مستحيل تعرف الأمان، ومن اليوم نعلن عليك الحرب. ومنها حضر جيش كما نقولوا ب1000 جندي وبعثوا مع المرسال. شافية قالت له ما عندك منش تخاف، خلي الأمر عليا وثمان، اقعد في القصر يا أمير وما تخرج. وفي لحظة رجعت الجنود للسلطان، لكن في حالة تصعب على الكافر، اللي يروح يعرج واللي ما يراش، واللي لسانه مقصوص واللي يديه لبعد زاد ما ثماش، واللي راسه كيف كيف. أو قلت لهم قولوا للسلطان هذا فطوره وبقي عشاه. السلطان شاف هاك الجنود في هاك الحالة، طلعت له الكلبة بنت الكلب، وقرر يمشي بنفسه للمواجهة، يمشي بنفسه للحرب. هز معها بقية الجيش كاملين ومشى هو يقود فيهم. اليوم نهايتك على ايدي انت وامك الخاينة. يوصل ارسم خطة باش يهجم على القصر من كل الاتجاهات. شافية حسبتها صح، قلت شنو ذنب الجيش هذا في الوقت اللي سلطانهم هو اللي جايبهم للمهالك، مسكنات لعملت ايديهم لساقهم، ومنها جبدت الرمح قمرت مليح في السلطان ورماته، اعطته له لا يقرا لا يكتب،
على البلاصة طيحاته. الجنود شافوا سلطانهم ميت قدامهم، تذكروا أصحابهم كل ألف أثار فيهم، خافوا وخروا، حطوا سلاحهم في القاعة، بركوا على ركايبهم. عاش السلطان حسن، عاش السلطان حسن. الحاصل مات السلطان، عاش السلطان، والله ينصر من صبح. بايو حسن ونصبوه في العرش في بلاصة بوه، وقرت شافية بنت الجان تبقى معاه وتتجوزوا. هنا ثم اللي يقول جابوا أولاد وصبايا وعاشوا في الغاية والنهاية. والمهم لازم نعرف اللي كل ظالم تجيه نهاية، وحديثنا يا سادة قياس مش حسيرة يفرشوها الناس. السلطان تصور الدوني وعمل العيب، واللي خاف منه طاح فيه، طاح في شر أعماله. ويا قاتل الروح وين تروح، ومن حفر جبا لأخيه وقع فيه. كما اقتل ولاده جاب له أشكون قتله، واللي خاف منه كما قلنا طاح فيه. واللي يحسب وحده يفضله. تحسب وتزيد تحسب وتلعب وتشقلب، ما عندك وين هارب، لابد يجيك يوم وتطيح في شر أعمالك. ولهنا يا سادة تكون خرافتنا لليلة وفات. كانت هذه خرافة من خرافاتنا الشعبية من تراثنا الغالي، حكاها لكم الجد جلال الحكواتي. كيف ما بنتي كرامة تحب تسميني، وبالمناسبة نقول لها يرحم جدك اللي ما شفتوش، ويرحم كل جدودنا اللي فارقونا واللي ما زالوا معانا، ربي يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية، وقد ما نحطوهم في عينينا وشوية. وبالنسبة لحل اللغز واللغز الجديد باش يجيكم في شريط مفرد، شريط آخر. ما تنساوش اللي خرافتكم زادة جاتكم على قناة حكاياتنا نوزستوار، إن شاء الله تكون عجبتكم ونالت استحسانكم. وإلى أن نلتقي في مناسبة قادمة إن شاء الله، لكم مني أجمل تحية وسلام، مع حبي واحترامي وتقديري، عمكم جلال. وانا خاطركم مش اللي يجي، ماناش باش نقدموا لكم اللي يجي، ما نقدموا لكم كان الافضل.